ازيكم يا شباب؟ وبتقترب مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، واحنا بنقرب لماتش القمة. شايفين ان كيرف النادي الأهلي طالع وكيرف نادي الزمالك نازل، لكن ده يخلينا نقول الكليشيه التاريخي اللي مرتبط بمباريات القمة بين الأهلي والزمالك، اللي بيقول ان مباراة القمة لا تعترف بالمستوى الفني للفرقتين قبل المباراة، والمباراة اللي بيحسمها اللي هو الأجهز والأفضل في المباراة نفسها. يعني أي مستوى فني خارج المباراة، مباراة القمة مش بتعترف بيه، فالفيصل المباراة نفسها. فده الكليشيه اللي احنا لازم نقوله. طيب بعيد بقى عن الكليشيه ده، نظريا بقى او على الورق، لو حبينا بقى نتكلم وندي المعطيات اللي موجوده دلوقتي على ارض الواقع لاي ابلكيشن ذكاء اصطناعي، ونقول له خد يا عم المعطيات دي حاله الاهلي ودي حاله الزمالك، قول لنا بقى النتيجه ايه. الابلكيشن هيقول لك ان الاهلي يكسب الزمالك سكور، والسكور اللي هو بيبدا من 3-0 وطالع. فاحنا خلينا نتكلم في المعطيات، خلينا نتكلم نظريا، خلينا نتكلم على الورق ونكون متكتفين شويه بالكليشيه بتاع ان مباراه القمه لا تعترف الا بالمستوى اللي بيقدمه الفرقتين في المباراه نفسها، ملهاش دعوه بالمستوى الفني قبل المباراه. فخلينا نتكلم بقى ايه نظريا. طيب نبدا بالاهلي. الاهلي اللي هو الكيرف بتاعه هذا الموسم او هذه الفتره من الموسم طالع، كيرف طالع 4 انتصارات متتاليه قدام مودرن سبورت، قدام بتروجيت، قدام المحله، قدام الاسماعيلي. 4 انتصارات متتاليه، وقبلها اداء جيد جدا قدام بيراميدز وتعادل 2-2. طيب نتكلم بقى ونقول ايه في الاهلي. هنقول 5 نقط. ايه هي ال5 نقط؟ النقطه الاولى ان الاهلي عنده اقوى هجوم في الدوري برصيد 26 هدف، تاني اقوى دفاع في الدوري برصيد 8 اهداف دخلوا في الاهلي، هو تاني اقوى دفاع بعد بيراميدز. الاهلي هو الفريق الوحيد في الدوري هذا الموسم، واحنا دلوقتي خلاص يعني تقريبا في نص الدوري، 14 اسبوع من اصل 26. الاهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى اي خساره هذا الموسم. فده او دي نقطه في صالح النادي الاهلي بشكل كبير جدا قبل المباراه. النقطه الثانيه ان الاهلي عنده احسن لاعب هذا الموسم في الدوري وهداف الدوري، امام عاشور، المتوهج المتالق اللي بيطلع نار من بقه وبيمشي على الحيط وبيعمل كل حاجه هذه الفتره. امام عاشور هداف الدوري برصيد 9 اهداف. النقطه الثالثه ان النادي الاهلي بيقدم لك الفتره الاخيره تنوع تكتيكي على اعلى مستوى. احنا شفنا النادي الاهلي بيكسب مودرن وبيكسب بتروجيت وبيكسب المحله وبيكسب الاسماعيلي بطريقتين لعب. كسب مودرن وبتروجيت ب 3-4-3، وكسب المحله وكسب الاسماعيلي ب 4-3-3. فمارسيل كولر الفتره الاخيره بيقدم لك تنوع تكتيكي، وبيقدم لك طرق لعب متنوعه ومختلفه، وادوار مركبه للعيبه في الطريقتين، وادوار مختلفه وجمل تكتيكيه وحاجات على اعلى مستوى في اخر 4 5 ماتشات. فالاهلي عنده تنوع تكتيكي وعنده القدره ان هو ينوع طريقه اللعب حسب المنافس. دي نقطه تحسب بشكل كبير جدا لمارسيل كولر والنادي الاهلي في هذه الفتره. النقطه الرابعه ان الاهلي بدا يرجع له بعض اللعيبه المصابه المؤثره، زي اشرف داري وزي وسام ابو علي المهاجم الخطير، شفناهم بياخدوا فترات في الماتش الاخير قدام الاسماعيلي. واشرف بن شرقي القنبله المعنويه يعني اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي، والمفروض هو بقى معنويا قدام الزمالك هيكون عامل ايجابي جدا للاهلي وسلبي جدا للزمالك. فاشرف بن شرقي هو قنبله معنويه، خلاص قرب يكون موجود مع الاهلي في ماتش الزمالك، حتى لو كان مش هيبدا الماتش ممكن يبقى ليه دور في بعض اوقات المباراه. فانت عندك لعيبه مؤثره مصابه بدات ترجع، واشرف بن شرقي بنسبه كبيره جدا هيكون موجود مع الاهلي في ماتش الزمالك. النقطه الخامسه ان اللعيبه اللي جابها الاهلي في يناير دخلت في الفريق وبدات تاخد فترات لعب طويله مع الفريق وبدات تندمج مع الفريق. يعني شفنا جراديشار عامل مساهمات تهديفيه واسيستات وجوان، وشفنا يعني احمد رضا في اخر ماتش بيتالق وبيجيب جون وبيعمل اداء جيد، وشفنا مصطفى العش قبل كده كان بيلعب اساسي. فاللعيبه بتاعت الاهلي اللي جابها في يناير دخلت في الفريق. فدي 5 نقط خلت الكيرف بتاع النادي الاهلي الفتره دي من الموسم طالع. الاهلي هو تاني الدوري، الفرق بينه وبين بيراميدز نقطه. فالاهلي هيستقتل على ال3 نقط بتوع ماتش الزمالك عشان مهمين جدا ليه
في صراع الصداره مع بيراميدز. نخش بقى على الزمالك اللي هو الكيرف بتاعه نازل. الزمالك اللي هو اول نقطه سلبيه موجوده فيه هي نقطه ان هو لسه مغير اصلا الجهاز الفني بتاعه، يعني لسه ماشي جروس وجايب بيسيرو قبل ماتش القمه بخمس ست ايام. فدي نقطه سلبيه جدا. هي ممكن تكون يعني سلاح ذو حدين، يعني ان كولر مش عارف بيسيرو هيلعب ازاي، فاهم؟ فهي دي الحاجه الايجابيه بس في الموضوع، ان كولر ممكن ما يكونش عارف دماغ بيسيرو هيعمل ايه في الماتش او كذا او كذا. بس هو عموما الموضوع سلبي اكتر منه ايجابي. يعني الفرقه هيحصل فيها شويه دربكه، ومدرب جديد هيخلي اللعيبه تلعب بادوار مختلفه، فالادوار ديت لسه اللعيبه مش هتحفظها بسرعه، ففي دربكه حاصله بسبب تغيير الجهاز الفني. الحاجه الثانيه، يعني خلينا نتكلم بقى بما ان بيسيرو لسه جاي، خلينا نتكلم على الزمالك في الفترات السابقه كان عامل ازاي. يعني فتره جوميز وفتره جروس، يعني انا شايف ان الزمالك مع جوميز ومع جروس ما كانش بيلعب كوره. يعني في ناس يقول لك جوميز ومش جوميز وكان مدرب كويس، لا انا شايف جوميز مش مدرب كويس خالص. شايف ان الزمالك مع جوميز كان وحش قوي، والزمالك مع جروس كمل يعني في نفس الوحاشه. فالزمالك في كل الخطوط وحش، من اول حارس المرمى لغايه الهجوم، ونص الملعب طبعا في منتهى السوء. وشايفين دونجا، يعني جمهور الزمالك نفسه بيهاجم دونجا وبيقول عليه نصاب، وشفنا دونجا بيترقص ازاي من مصطفى الجمل لاعب بتروجيت، يعني بكلفته، يعني مفيش ناشئ اصلا يترقص الترقيصه دي. يعني دونجا اللي بيقول لك بقى خبرات والزمالك ومش عارف ايه بيترقص عادي. هجوم الزمالك، يكفي ان انا اقول لك ان اخر ماتشين للزمالك، ماتش فاركو، ماتش بتروجيت، الزمالك جايب جونين. يعني جاب جون في فاركو كسب بيه، وجاب جون في بتروجيت تعادل بيه مع بتروجيت في اخر الماتش. الجونين اللي جابهم مدافعين الفرق الثانيه في نفسهم. يعني اخر جونين للزمالك في الدوري اللي جايبهم مدافعين الفرق الثانيه في نفسهم. فده بيقول لك هجوم الزمالك عامل ازاي. زيزو طبعا مش موجود، يعني مش مركز خالص. يعني زيزو بيقدم أسوأ فترة ليه في الكورة من ساعة الناس في مصر ما عرفت حاجة اسمها زيزو. مصطفى شلبي في البلالة، يعني سيف الجزيري برضو مش موجود. فهجوم الزمالك سيء جدا، نص ملعب الزمالك سيء جدا. عبد الله السعيد اللي برضو في ناس كتيرة جدا من الزملكاويه يقول لك عبد الله ومش عارف ايه والاسطورة. شوف قراراته في الملعب عامله ازاي، قرارات واحد فعلا خلاص في خريف العمر، في خريف العمر الكروي، يعني ربنا يديله العمر الحقيقي يعني بره الكوره. هو في خريف العمر الكروي، هو مش مركز، قراراته اغلبها غلط، يعني بياخد قرار غلط. فعبد الله السعيد برضو مش موجود معاك. محمد شحاته انا من وجهه نظري اوفر ريتد في الزمالك. الدفاع بتاع الزمالك لا بيعرف يضغط، لا بيعرف يلعب كومباكت، لا بيعرف يعمل مسار تسلل، لا بيعرف يتمركز. فالزمالك فنيا داون، الكيرف بتاعه نزل بناء على المعطيات اللي احنا شايفينها من فتره جوميز لغايه فتره جروس، لغايه ما ماشي جروس. بالاضافه الى ان صفقات يناير اللي جابها الزمالك بقى على عكس صفقات الاهلي ما تحسش بيها. يعني المدافع المغربي صلاح مصدق ما خدش اصلا. احمد جفالي ده الموهبه التونسيه المتفجره الخطيره ما خدش اصلا. محمود جهاد لعب ماتش، اخد فيه تقريبا مان اوف ذا ماتش، الماتش التاني اتطرد فيه. احمد حسام لعب ماتش تقريبا او ماتشين بشكل كارثي. يعني فتحس ان صفقات الزمالك باستثناء مباراه واحده لمحمود جهاد، هتلاقي صفقات الزمالك ما تحسش بيها كانها ما جاتش. فدي كلها نقط سلبيه موجوده في نادي الزمالك مخليه الكيرف بتاعه نازل، وده بسبب طبعا يعني تخبط الاداره بتاعه الزمالك بشكل كبير جدا. فدي المعطيات اللي احنا لو اديناها لاي ابلكيشن ذكاء اصطناعي هيقول لك النادي الاهلي يدخل الماتش دوت يكسب الزمالك سكور مستريح. وبمناسبه بقى اداره الزمالك، حابب بقى اتكلم على قد ايه اداره الزمالك لا تتسم بالحكمه، لا تتسم بالذكاء، لا تتسم بالخبره الاداريه الكافيه، رغم ان حسين لبيب نفسه اللي هو رئيس النادي المفروض يكون عنده بعض الخبره الاداريه، عشان هو مسك لجنه قبل كده في الزمالك. يعني يعني حلو مسك اللجنه دي، اللي هو اللجان المؤقته اللي كانت بتيجي في الزمالك في الفتره ما بعد مرتضى منصور، او اما كان مرتضى منصور بيتعزل بعد كده يرجع تاني، كانت فتره ملخبطه كده. فحسين لبيب مسك لجنه مؤقته
فالمفروض عنده بعض الخبره الاداريه. مجلس اداره الزمالك نفسه فيه بعض رجال الاعمال، هاني بيرزي ومش عارف ايه، المفروض الناس دي عندها بعض الخبره الاداريه. لكن هو في الواقع بقى، وفي حقيقه الامر وعلى ارض الواقع، هتلاقي ان اداره الزمالك ديت لا تتسم باي خبره اداريه على الاطلاق. ما بتعرفش حتى تحمي نفسها، وما بتقرر انها تحمي نفسها بتجيب لك واحد زي ميدو، اللي هو يعني ميدو بعقليته ديت هم متصورين ان هو ميدو ده اللي هيجي يحميهم وينقذهم ومش عارف ايه. فده يقول لك قد ايه هم بائسين ان هم يقرروا يستعينوا بميدو ان هو ينقذهم ويحميهم بعقليته، اللي هو ميدو اصلا ما نجحش في اي حاجه في حياته. هو كلامه خلاص، يعني هو ميدو بيج ماوس، يعني بيقعد يتكلم وخلاص ويرص لك كلام، واحلى كلام تسمعه من ميدو. لكن على ارض الواقع هو ميدو ما نجحش في اي حاجه في حياته، وتلاقيه داخل في مليون حاجه في نفس الوقت، مفيش اي حاجه منها بتنجح. فهو ده المنقذ لاداره الزمالك. فده يقول لك قد ايه هذه الاداره غير حكيمه. فانا هتكلم بقى في نقطه انا شايف ان الاداره بتاعت الزمالك ملبسه نفسها فيها بعدم خبره وعدم حنكه وعدم ذكاء وعدم حكمه، وزي ما انت عايز تقول قول. النقطه ديت هي انهم اقالوا جروس في هذا الوقت من الموسم. وهدي لك سيناريوهين. هذا الوقت من الموسم اللي هو قبل ماتش الاهلي. هدي لك سيناريوهين. سيناريو لو اداره الزمالك خلت جروس يكمل ويلعب ماتش الاهلي، والسيناريو الثاني اللي هو السيناريو بقى اللي حاصل دلوقتي على ارض الواقع، ان هم مشوا جروس وجابوا مدرب جديد، بغض النظر اسمه ايه، هقول عليه مدرب اكس. فخلينا نتكلم على السيناريو الاولاني. لو اداره الزمالك وقعدوا كده وفكروا مع بعض وقالوا احنا هنخلي جروس يكمل ويلعب ماتش الاهلي، جروس اللي هو كان الجمهور بيهاجمه والزمالك بيلعب وحش ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، بس الاداره خدت قرار ان احنا نخلي جروس يلعب ماتش الاهلي. ايه اللي هيحصل؟ السيناريو الاولاني، لو جروس كسب لو جروس كسب الاهلي، الاداره قالت خلاص هنخلي جروس وندعمه بكل قوه، ودخل جروس ماتش الاهلي وكسبه، الكريدت هيروح لمين؟ الكريدت وقتها هيروح لمين؟ جروس اللي هو كان بيتهاجم. اعتقد بقى من وجهه نظري الكريدت وقتها هيروح للاداره، ان الاداره ديت وقفت في ظهر المدرب، الاداره ديت دعمت المدرب، الاداره ديت ما رضختش للضغوط الجماهيريه ومشيت المدرب قبل ماتش مهم زي ماتش الاهلي، ووثقت فيه واديت له كل الدعم، وده خلى جروس يكسب ماتش الاهلي. يبقى اما جروس يخش ماتش الاهلي ويكسب، الكريدت هيروح للاداره، جنب ان المكسب دوت هيكون دفعه معنويه قويه جدا لجروس اللي هو كسب تلميذه مارسيل كولر، هيديله دفعه معنويه قويه جدا، ويدي الفرقه كلها دفعه معنويه قويه جدا، وممكن تكمل في الدوري بشكل افضل الفتره القادمه. تمام. طيب، جروس خسر. الكريدت او مش كريدت بقى، هيبقى في ورقه في ايد الاداره وقتها انها تستخدمها وتحمي بيها نفسها من الغضب الجماهيري، وهي ورقه جروس نفسه اللي الجمهور بيزوم عليه وغضبان عليه ومش عاجبه جروس. لو جروس خسر قدام الاهلي، هو بيقدم نفسه كبش فدا، او الاداره تستخدمه كبش فدا تمتص بيه الغضب الجماهيري وقتها وتحمي نفسها كاداره من الغضب الجماهيري ده. تمام. ف يعني بغض النظر بقى ان لو في السيناريو الاولاني لو جروس كان كسب وكمل، الاداره بقى مش هتدخل نفسها في دايلمه او في دوامه او في معضله الشرط الجزائي وجروس يشتكون في الفيفا والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. فسيناريو جروس يكمل، جروس كسب الاهلي، الكريدت للاداره ودفع معنويه قويه جدا لجروس واللعيبه والفرقه، مفيش بقى مشان جروس والشرط الجزائي والخسائر والحاجات دي كلها. جروس خسر، احنا كده كاداره عندنا في ورقه ماسكينها في ايدينا اسمها ورقه جروس، اللي هو لو خسر هنقدمه كبش فدا ونحمي بيه نفسنا قدام الجماهير ونقول للجمهور بص احنا كاداره سيبناه لغايه ماتش الاهلي عشان ما ينفعش نمشيه قبل ماتش الاهلي على طول، لكن في الاخر هو خسر من الاهلي فاحنا بنقيله وبنمشيه عشان كده ما ينفعش والزمالك ومش عارف ايه. ساعتها بقى ممكن ياخدوا كريدت ان هم مشوا جروس، يعني في كلتا الحالتين هياخدوا كريدت. ده سيناريو جروس المكمل مع الزمالك لغايه ماتش الاهلي. دي بقى لو اداره صايعه، لو اداره صايعه وعندها حكمه وعندها خبره هتمشي مع السيناريو دوت، سيناريو ان هو جروس لازم يكمل لماتش الاهلي.
طيب الاداره بقى المتخبطه المضطربه اللي لا تستشرف المستقبل، اللي هي بتلبس نفسها يعني مع الجمهور، هي الاداره بقى الثانيه او السيناريو الثاني اللي هي مشت جروس قبل ماتش الاهلي ب5 ايام وجابت المدرب اكس. طيب في حاله فوز بقى المدرب اكس في ماتش الاهلي، السيناريو الثاني بقى، في حاله فوز المدرب اكس على الاهلي، الكريدت هيروح لمين؟ انا من وجهه نظري الكريدت هيروح للمدرب، يعني الكريدت الاكبر او الشكر الاكبر هيروح للمدرب. هو المدرب ده اللي هو لسه جاي نزل قدام الاهلي وكسب، مش هيروح للاداره. محدش هيقول للاداره برافو عليك يا اداره انت مشيت جروس دلوقتي وجبت مدرب عشان يكسب الاهلي، عشان الاداره ديت مش مغسله وضامنه جنه وجايبه مدرب ضامنه اصلا ان هو يكسب الاهلي. لا، هو الكريدت كله هيروح للمدرب ويقولوا الله يا مدرب يا اللي انت كسبت النادي الاهلي رغم ان انت لسه جاي. والمدرب هيبدا بقى يبني كريدت لنفسه مع الجمهور من الوقت دوت او من اللحظه ديت. الاداره الكريدت بتاعها وقتها هيبقى قليل جنب الكريدت بتاع المدرب في حاله ان المدرب اكس ده كسب الاهلي. طيب في حاله ان المدرب اكس ده خسر من الاهلي، وده بقى السيناريو البشع يعني اللي بيقول لك قد ايه الاداره ديت مش بتفكر، ساعتها مش هيكون في ايدين الاداره اي كبش فدا، مش هيكون في ايديها اي ورقه. ده بالعكس بقى الاداره هتبقى في مرمى الهجوم الجماهيري الشديد، اللي هيقولوا بقى ان الاداره ديت متخبطه، الاداره ديت مش عارفه تفكر، الاداره ديت هي اللي غيرت المدرب قبل ماتش الاهلي ب5 ايام، والنتيجه ان المدرب الجديد جه خسر من الاهلي. وهم لو كانوا خلوا جروس يكمل كان جروس على الاقل عارف الفرقه وعارف اللعيبه وعارف مش عارف ايه وعارف الاهلي، كان هيقدر يصمد قدام الاهلي ويعرف يكسب الاهلي. ففي حاله خساره المدرب اكس قدام الاهلي، من وجهه نظري ان الاداره كده ما عندهاش اي اوراق تحمي بيها نفسها، ما عندهاش كبش فدا، مش هتقدر تمشي المدرب الجديد اللي لسه جايباه، مش هتقدر تمشي اللعيبه يعني. فهي الاداره هي اللي هتاخد كل الهجوم الجماهيري. فده السيناريو بقى اللي بيقول لك قد ايه الاداره بتاعت الزمالك اداره غير ذكيه، اداره باقالتها او بانها مشت جروس بتلبس نفسها ماديا مع جروس في حاله ان هو اشتكى المستحقات اللي عايزها من الزمالك، هيروح طبعا يقدم شكوى. فهي خسرت مع جروس ماديا، خسرت كمان معنويا انها بنفسها مشت ورقه قويه جدا في ايديها ممكن تحمي بيها نفسها في حاله الخساره من الاهلي، وهو كريستيان جروس نفسه. فعشان كده بقول ان اداره لبيب غير لبيبه بالمره، غير ذكيه، غير حكيمه، تفتقد الى الخبره. وللاسف الشديد نادي الزمالك هو اللي بيدفع الثمن في الاخر مع الاداره ديت، وجمهور الزمالك نفسه كمان بيدفع ثمن كبير. فعشان كده الكيرف النازل اللي موجود في نادي الزمالك الفتره الاخيره سبب رئيسي فيه هو اداره نادي الزمالك. فاتمنى ان شاء الله الاهلي يكسب يوم السبت، واتمنى نشوف مباراه حلوه، واتمنى يكون في سكور للنادي الاهلي زي ما قال كده الذكاء الاصطناعي بناء على المعطيات اللي انا قلتها لحضراتكم. في النهايه يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اشوف رايكم في القصه بتاعه اداره الزمالك اللي انا قلتها. هل انتم معايا ان اداره الزمالك كده لبست نفسها وشالت من ايديها ورقه مهمه جدا تحمي بيها نفسها وهي كريستيان جروس، ولا لا؟ اتمنى اشوف رايكم، ولو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم قريب على خير. سلام.